هو بيقول يعني كان نفسه في يعني بيقول يا امي طب ايه الحاجات الحلوه اللي انت عملتها له في حياتك؟ عشان انت تقول يا امي. لا انت ايه الحاجات الحلوه اللي انت عملتها له؟ انا سمعت منك حاجات حلوه كتير زي اكيد مراته جات لي مره كلمتني في التليفون، ما كانتش تعرفني، هو اتجوز من ورايا. انا ما حضرتش خالص. ما حضرتش الفرح خالص، ولا فرح ولا خطوبه ولا جواز ولا اي حاجه. بس حضرت اسبوع متهيألي. ايوه مراته كلمتني وانا قدرتها، وما كانش بالقذاره ديت خالص، وحضرت شرفناه. رايحه اكتر من 3 عربيات عيلتي، وانا ما كانتش عربيتي لسه مسروقه، عربيتي مليانه، واخداها له مليانه جاتوهات من افخم مكان. اخته واخده له جدي، واخده له خاتم، وانا واخده له انسيال بالخاتم بتاعه لان جاب ولد. العيله كلها اكتر من 70 خاتم، كل واحد مودي خاتم، كل ده علشاني انا. كلهم مودين خواتم ذهب، وانا حاجتي السبوع كلها انا اللي مودياها، من كل حاجه، من كل اشياء. هو ازاي نسي كل الحاجات دي؟ ما هو عايز على طول بقى، عايز الخزنه لا تقفل ولا البنك يقفل، عايز اللي يعوزه في ساعتها ياخده، لحلو بقى الوحش بقى، وعايز على طول على طول. اللي خلى الاب اللي ما يعرفنيش، اللي بقى له 35 سنه بيقول لي خليه يحجر عليكي. يحجر على مين؟ انت بتعيشوا في المستوى اللي انا فيه؟ نفسهم من الاثنين. هو مفكر ان ابنه لما ياخد هيعيشه معاه. اقول لحضرتك حاجه، اولا ما يعرفش يحجر عليا. ماشي. انت شايف شخصيتي وشكلي. ثانيا مفاجاه، هياخدني من جوزي يحجر على مين؟ العيل العبيط اللهبل ده. قول لي كده يحجر على مين؟ مش بقول لك عبيط؟ والاب كمان عبيط. هل جوزي هيسمح له؟ لا. هو ده عبيط؟ يحجر على مين؟ ومن غير جوزي برضو انا اخش للقاضي بشكلي ده يحجر على شكله هو، يدخله المصحه. اللي ما بيعرفش لا هو ولا ابوه يقولوا كلمتين. ايه رأيك في تصريح الاعلام احمد رجب لما قال ان اكرامي لو دخلنا في اعماقه او تم الكشف عليه نفسيا هيطلع مريض نفسي من الدرجة الاولى؟ لاكرامي هياخدوه، الباب هيتفتح له. اول مره احمد رجب يقول كلمه وصدق فيها. دي قسيمة الجواز؟ دي قسيمة جوازي. ما زلت متجوز؟ ايوه الحاج اسامه. الحاج اسامه فكري. مش هو ده الاب اللي زف شيماء؟ مش ده الاب اللي مسك ايد شيماء وسلمها لعريسها؟ ما هو ده. اكرامي كل شويه يذكر اسمه ويقول له لا هو مش من مستواه عشان يطلع يرد عليه. لا هو شكله ولا هو مستواه ولا الكلام ده. يرد عليه بمناسبه ايه؟ هو لو طاله مش هيرحمه ولا يسيبه، لان بيهن. مش ام اكرامي، حرم اسامه، حرم الحاج اسامه. هنا انا مش امه، لا مش انا زوجته. ايوه الزوج ما بيقبلش على مراته بكلمه حتى لو من ابنه. مش كده برضو؟ مش لو من ابنه طلق. هو نفسه يطوله، هو نفسه يطوله. مش بقولك عيل عبيط والاب اعبط؟ طب والحاج اسامه ايه رايك في كل اللي بيحصل؟ على مين؟ على العك اللي هم بيعملوه. ما قلنا بقى كان متوعدين ان ياخدوا مبالغ، فانا
بوظتها لهم. هو فاهم اللعبه كلها. مين هو؟ حاج اسامه. الحاج اسامه؟ طبعا الدنيا كلها فاهمه اللعبه.